نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، فتح أعينًا عميا وقلوبًا غلفا وآذانا صما، فهدى الله به البشرية وأنار القلوب الإنسانية، زكاه ربه روحا وجسما وحاشاه عيبا ووسما. اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون بالله ورسوله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، وأحذركم ونفسي عن مخالفة أمره وعصيانه. اتقوا الله أيها المؤمنون، فإن التقوى هي الطريق الوحيد لسعادة الدنيا والآخرة، فلا نجاح ولا سعادة ولا حياة إلا بتقوى الله، فهي خير زاد يقدم به العبد على مولاه، وخير ما قدمه العبد لنفسه، وخير ما أخره، وخير ما أسر به، وخير ما أعلنه. يقول رب العزة جل في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما. يقول رب العزة جل في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون بالله ورسوله،
إن هذه الدنيا التي نعيش فيها دار ممر لا دار مقر، ودار فناء لا دار بقاء. أين الملوك؟ أين الملوك يا عبد الله التي كانت لعزتهم من كل أوب إليها وافد يفد؟ لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك يا عبد الله التي كانت لعزتهم من كل أوب إليها وافد يفد؟ لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. هي الدنيا تقول بملء فيها حذار من بدشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام، فقولي مضحك والفعل مبكي. أحلام نائم يا عبد الله، يا عبد الله، الدنيا التي نعيش فيها أيام قلائل، أحلام نائم أو كظل زائل. إن اللبيب بمثلها لا يخدع، أراها يا عبد الله، أرى هذه الأيام القلائل وإن كانت تحب فإنها سحابة صيف عن قليل تقشع، فإنها سحابة صيف عن قليل تقشع. يا عبد الله، أيها المؤمنون بالله ورسوله، إن الأيام العشر من ذي الحجة المبارك موسم عظيم من مواسم الخيرات والطاعات، ففيها يتنافس المتنافسون وإليها يتسابق المتسابقون. وقد قيل إنها من أفضل أيام الدنيا، إنها من أفضل أيام الدنيا لما تضمنت عليه من الخيرات والبركات والنفحات، ولما احتوت عليه من ميزات وفضائل ومسائل. وقد قيل إن هذه العشر الأيام التي تستقبلنا في الشهر القادم قيل إنها أفضل من العشر الأواخر من رمضان المبارك الميمون. ومما يدل أيها الإخوة، ومما يدل على فضلها ومزيتها عند الله جل في علاه أن الله سبحانه وتعالى أقسم بها في كتابه العزيز، حيث قال ربنا جل جلاله: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. ويروي الإمام أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، أي أيام عشر ذي الحجة المبارك الميمون. قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال صلى الله وسلم وبارك عليه: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، إلا رجل
خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أيها المؤمنون بالله ورسوله، لقد تضمنت هذه الأيام التي سنواجهها وتستقبلنا في الشهر القادم، اشتملت هذه الأيام المباركة والليالي الفاضلة يوماً عظيماً عند الله وعند رسوله الكريم صلى الله وسلم وبارك عليه، ألا وهو يوم عرفة. وما أدراك ما يوم عرفة؟ إنه اليوم الذي كمل الله فيه دينه وشرع فيه أعظم رسالة سماوية، حيث يقول رب العزة جل في علاه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو اليوم العظيم، هذا هو اليوم المبارك، هذا هو اليوم الجليل عند الله وعند رسوله الكريم صلى الله وسلم وبارك عليه. ولقد أخبر المصطفى المجتبى بأبي هو وأمي صلى الله وسلم وبارك عليه أن صوم يوم واحد من يوم عرفة يكفر الله سبحانه وتعالى به ذنوب سنتين كاملتين ويمحو به الآثام والمعاصي والجرائم ويعتق فيه الرقاب من النار. يروي الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. يوم عرفة، وما أدراك ما يوم عرفة؟ هو اليوم الذي يقول فيه المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه: خير دعاء يوم عرفة. يروي الإمام الترمذي في سننه أن رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. انظروا يا عباد الله، انظروا يا عباد الله إلى فضل الله، إلى عظيم فضل الله سبحانه وتعالى وسعة رحمته وجوده وكرمه وإحسانه، حيث جعل ربنا جل في علاه يوما واحدا سببا لمغفرة سنتين كاملتين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، فاستغفروا الله وادعوه وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه ومصطفاه وحبيبه. اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون بالله ورسوله، اتقوا الله وأطيعوه واحذروا عن مخالفة أمره وعصيانه، فإن أجسادكم على النار لا تقوى. أيها المؤمنون بالله ورسوله، لقد اشتملت أيها المؤمنون بالله ورسوله في ختام العشر من ذي الحجة لقد شرعت طاعات وعبادات كثيرة غزيرة في ختام عشر ذي الحجة، وهي الأضحية، وهي الذبح عن نفسه وعن عاله وعن أهله، والتصدق بها على الجيران والأهل والفقراء والمساكين. فالأضحية عبادة مشروعة مسنونة، ولقد فضلها المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه في غير حديث من أحاديثه العطرة النيرة، منها ما يرويه الإمام الترمذي في سننه أن رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم. ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله تعالى من إراقة الدم، وإنها لتأتي بقرونها وأضلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع في الأرض. وإن الدم أي دم الأضحية ليقع على الله سبحانه وتعالى بمكان قبل أن يقع على الأرض. فالأضحية أيها المؤمنون بالله ورسوله تحتاج أن تكون خالصة لله على وفق سنة رسول الله محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. ولقد أخبر المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه أنها لا تجزي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي أي لا مخ لها. فينبغي للمسلمين والمستطيعين الذين لهم أموال غزيرة ووفيرة أن يتصدقوا في ذاك اليوم العظيم بما يستطيعون من الأضاحي تقرباً إلى الله جل في علاه وأعلاها وأحبها أجراً وثواباً أغلاها ثمناً. وقد روى الإمام البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه سئل: أي الرقاب أفضل؟ أي في الأضاحي، أي الرقاب أفضل؟ فقال صلى الله وسلم وبارك عليه: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. فاستفيدوا من هذه الفرص السانحة أيها المؤمنون بالله ورسوله، فإن لم تستطيعوا صيام التسع الأولى من عشر ذي الحجة فلا تحرم نفسك صيام يوم عرفة، فإنه يعدل صيام عامين كاملين، وهذا من فضل الله وعظيم إحسانه وجوده ولطفه ورأفته بعباده. أيها المؤمنون بالله ورسوله، صلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المرتضى صاحب الحوض والشفاعة الكبرى.
حيث يقول ربنا جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريدا إلا عافيته، ولا مكروبا إلا فرجت عنه كربته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وغرة عين لا تنقطع، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، ومرافقة نبيك محمد صلى الله وسلم وبارك عليه في جنة الفردوس، ومرافقة نبيك محمد صلى الله وسلم وبارك عليه في جنة الفردوس. اللهم أحينا على ملة المصطفى، اللهم أحينا على ملة المصطفى، وامسنا على سنة المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه، واحشرنا في زمرته تحت لوائه، ولا تحرمنا يا رب فضل شفاعته، وأسقنا من حوضه الكريم شربة هبية لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مسبب الأسباب، ويا مفتح الأبواب، ويا سامع الأصوات، ويا قاضي الحاجات، ويا مستجيب الدعوات، أصلح أمورنا يا رب وأمور المسلمين، واكشف كروبنا يا رب وكروب المسلمين، واكشف كروبنا يا رب العزة والجلال والإكرام وكروب المسلمين. اقض حوائجنا وحوائج المسلمين، اقض حوائجنا وحوائج المسلمين، اقض حوائجنا يا رب في هذا اليوم العظيم المبارك، ولا تردنا خائبين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من المردودين، اللهم اجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من المردودين، اللهم اجعلنا من المعتوقين من النار، اجعلنا من المغفورين يا رب العزة والجلال والإكرام. اللهم يا محول الأحوال حول حال الصومال إلى أحسن الأحوال، اللهم يا محول الأحوال حول حال الصومال إلى أحسن الأحوال. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، ووحد كلمتهم وصفوفهم على الحق برحمتك يا أرحم الراحمين. ول أمورنا يا رب خيارنا، ول أمورنا يا رب خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا يا رب العزة والجلال والإكرام. اللهم من أراد هذه البلاد وأهلها بسوء، اللهم من أراد هذه البلاد بسوء فأشغله بنفسه يا رب العزة والجلال والإكرام، واجعل كيده في نحره يا رب العزة والجلال والإكرام، واجعل تدبيره في تدميره يا رب العزة والجلال والإكرام. اللهم من أراد هذه البلاد وأهلها بخير فأجر الخير على يديه، وأعنه في دنياه وأخراه، ووفقه لرضاك يا رب العزة والجلال والإكرام. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.